السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة في ما وراء الصيدلة نتعالج صح. للأسف من امبارح عندنا خبر حزين. طفل 5 سنين توفاه الله بعد ما خد جرعة مضاد حيوي مكتوبة بروشتة مكتوبة في مستشفى، وللأسف ظهرت عليه الأعراض اللي كنا بنتكلم عنها، أعراض التحسسية الخطيرة، وتوفاه الله. أول حاجة بنعزي أسرته، ربنا يصبرهم ويلهمهم الصبر. وتاني حاجة احنا بنتضامن مع أسرته في حقها انها تشوف حق ابنها وحياته اللي راحت ديت راحت ازاي. وان كان في تفاصيل يا جماعة علشان بس نبقى احنا بنتكلم بأمانة وتبقى شهادة حق امام الله. في تفاصيل احنا بنتكلم عليها توضح كتير من المأساة مش زي ما الناس فاهمة. دي مش حقنة اتاخدت غلط، لان في بعض التعليقات على السوشيال ميديا والبوستات بتقول الطبيب الكذا، واوصاف طبعا لا تليق على الطبيب. يا جماعه هو متهم، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته. لو زي ما بيتقال التفاصيل اللي اتقالت من والده الولد، ربنا يصبرها ويربط على قلبها. فاحنا بس بنتكلم انه مش عايزين نستعجل في الاحكام، في جهات تحقيق، لكن هنتكلم بس في التفاصيل اللي تبين المأساة اللي احنا فيها. ايه المأساة اللي احنا فيها؟ المأساة ان المنظومة كلها يا جماعة، الموضوع في المنظومة كلها. انا كنت لسه بتكلم بحرقة من اللي شفته، لان الحالة دي عدت عليا في 10 سنين، عدت عليا كتير جدا. وكان لسه هنا عندنا في اسكندرية زميلتنا الدكتورة مها وفاة اطفال بسبب حقن، مع انها ما غلطتش، لان قولا واحدا مفيش حاجة اسمها حقن غلط. يعني في الحقن العضلي مفيش حاجة اسمها ان انا حدي المريض حقن عضل غلط فتموته. امال ايه المشكلة؟ المشكلة في المواد الفعالة. نقطة بقى ومن اول السطر، ونبتدي ننتبه للي هيتقال. اول حاجة يا جماعة، احنا قلنا ان مش عايزين فوضى استخدام مضادات حيوية، ومش هنستخدم من نفسنا، ولازم برجوع للطبيب. وهنا اهل الولد الضحية ربنا يصبرهم عملوا كل ده. يعني هم راحوا مستشفى، بيقول لك حرارة كانت بسيطة ورحنا مستشفى، فهم عملوا اللي عليهم بقى. هنا بقى دور الطبيب. انت عملت كده في نفسك ليه؟ النهارده الكلام اللي بيتقال ان اتعمل اختبار حساسية، وحضرتك الاختبار طلع ايجابي، ومع ذلك صممت تدي الحقنة. ده لو ده حصل دي كارثة حضرتك، دي كارثة جدا. ونناشد اخواتنا الاطباء يا جماعه، نبوس على دماغكم لو سمحتم. المضادات الحيويه حاليا، الحقن مش حاليا بس، من كذا سنه، من 4 من 5 سنين، من اول حد بدع في بعض شركات الادويه تغيير المواد الفعاله، النظيفه الموثوق في مصدرها بمواد فعاله تانية ارخص. والمواد الفعاله دي بيبقى فيها شوائب الحساسيه بتاعتها اعلى. هي نفس المادة الفعالة، هي سيفترياكسون. بس انهي سيفترياكسون حضرتك جايبه؟ النقي البيور، ولا اللي فيه شوائب اللي بيموت؟ والرقابة بقى، ونبتدي نتكلم على دور هيئة الدواء ودور وزارة الصحة. الكلام دوت بقى ايه ليه ناس وتتكلم فيه. احنا بنتكلم على الحالة اللي عندنا دلوقتي، في حالة وفاة بسبب حقنة مضاد حيوي. الغلطة بتاعت الناس ايه؟ انا عايز افهم. ما الناس ايه مشيت صح وراحت لطبيب وراحت في مستشفى، وازاي مستشفى ما فيهاش جرعة الادرينالين اللي تنجد طفل عنده صدمة تحسسية من حقنة اتاخدت من المستشفى؟ ولو صح فعلا ان المستشفى لما الولد جاله الحساسية رفضوا يتعاملوا معاه وطلعوه، دي جريمة قتل عمد، ده مش اهمال، ده احنا كده بنتجاوز. يعني انا بقول ندعم الطبيب لو الطبيب ما اذنبش واستخدم بروتوكول علاجي سليم، لان هو مش معنى ان الطبيب كتب حقنه مضاد حيوي ان هو كده قتله، ومش معنى ان الطبيب اداله حتى الحقنه بايديه لو هو اللي اداها له ان هو كده قتله. انا راجل طبيب وشايف ان الحاله دي تستدعي ان انا هستخدم مضاد حيوي، خلاص وصفته، ده حدود اختصاصي. لكن الماده الفعاله اللي جوه الحقنه بقى، لا دي قصه كبيره بقى، واحنا اتكلمنا فيها بعد قضيه الدكتوره مها. ونرجع نقول صوتوا يا جماعه يمكن حد يلحقنا، لان احنا ما حدش بيلحق. فنعيد من تاني، مفيش حاجه في الحقنه اسمها الحقنه اتاخدت غلط. الغلطه اللي حصلت هنا ان الطفل خد الحقنه سواء بقى باختبار والممارسين اللي موجودين عندوا وكان في ايجابي احمرار في الايد زي ما بيتقال، ومع ذلك صمموا يدوا الحقنه، او لو اتعمل الاختبار وطلع سلبي. لان ساعات كتير بنعمل الاختبار بتاع الحساسيه بتاع الايد ده
يطلع سلبي وتحصل مصايب زي اللي حصلت دي كده بالظبط. طفل عمره 5 سنين، يعني روح امه وقلب ابوه. طب ايه ده؟ مين بقى اللي هيعوضنا ومين اللي هيعبرنا على اللي احنا بنشوفه ده؟ ويا جماعه لو سمحتم، انا لو جيت قلت لك اكتب لك حقنه مضاد حيوي يقول لي لا. يا جماعه انتوا مستعجلين على ايه؟ يا جماعه نحترم المرض. يا جماعه ربنا خلق الدنيا في 6 ايام. حضرتك مش عايز ابنك يتعب يومين 3، او مش عايز انت تتعب يومين 3؟ البديل اهو، حياه الابن كلها راحت. انا مش بلوم الاهل، انا بلوم المنظومه. احنا شعب مش عارف يتعالج صح. احنا محتاجين نرجع نبدا من اول وجديد، ومحتاجين حد بقى يدور لنا، او حد يرأف بحالنا ويشوف العلاج اللي احنا بناخده ده قصته ايه، وتصنيعه عامل ازاي، والمواد الفعاله دي جايه منين، ويعني ايه اختبار حساسيه اتعمل ولا ما اتعملش. لا، سلوكيات كتير محتاجه تتصلح. اتمنى ان نلاقي ردود فعل بعد الفاجعه دي، ان موقف مؤسف بصراحه. انا احبطت والله. يعني انا واحد اهوت وبعيد عن الموضوع، الحادثه حصلت في القاهره في التجمع، ومع ذلك لا، انا حاسس ده ابني. ربنا يصبر اهله وربنا يعوضهم خير، وانا لله وانا اليه راجعون.